بسمة وهبة، من الحجاب والبرامج الدينية والوجه البريء لفساتين سواريه مبينة نص جسمها والفضايح الفنانين. اتجوزت من راجل سعودي وأجبرها إنها تقلع الحجاب، جالها السرطان وعاشت حياة أكتر من صعبة. وفي واحدة من العمليات الجراحية في أمريكا اتسرقت معدتها. عندها بنت بالتبني وثروتها ملايين. اتعرضت لمحاولة اغتيال لكن فشلت وربنا نجاها منها. عملت دكتوراه واشتغلت في الشرطة، ومن الشرطة لأهم برامج أسرار النجوم. مذيعة مثيرة للجدل وبتمارس على ضيوفها دور رئيس مباحث الإعلام. بسمة وهبة اللي برنامجها شيخ الحارة والعرافة كسروا الدنيا وفضحوا نجوم كبار. بدأت حياتها المهنية مدرسة تربية فنية في واحدة من المدارس ومن غير تعيين، وده كان بعد ما اتخرجت من كلية التربية النوعية بتقدير جيد جدا. وبعدها بدأت في تحضير الماجستير واتجوزت وسافرت عشان تعيش في القاهرة. وفي نفس الوقت ده كانت بتدور على وظيفة حكومية ثابتة ومناسبة لطموحها، لحد ما لقت قدامها إعلان عن دفعات جديدة في أكاديمية الشرطة. وفي وسط رفض شديد من كل الأهل أصرت بسمة إنها تقدم وتاخد فرصتها، وكانت كل اختبار تعديه تستنى التليفون للاختبار اللي بعده. وفضلت على الحال ده شهور لحد ما بالفعل اتقبلت في الوظيفة. وفي الوقت ده كان الالتحاق بأكاديمية الشرطة مهمة صعبة جدا، وكانت ساعتها متجوزة من رجل الأعمال السعودي أسامة السيد اللي كان بيساعدها في كل خطوة بتاخدها في المشوار ده. بدأت مشوارها الإعلامي ببرنامجها الديني قبل أن تحاسبه على قناة اقرأ، وحست إنها محتاجة تقرب من ربنا، وده اللي خلاها تلبس الحجاب واتشهرت جدا في الوقت ده. لكن بعد خلافات كبيرة مع جوزها خلاها تقلع الحجاب، ودخلت في حالة نفسية صعبة جدا قررت فيها إنها لازم تتطلق. وبعد طلاقها جوزها خد ولادها الاتنين يعيشوا معاه في السعودية. وفي الفترة دي بسمة قالت إنها تعرضت لمحاولة اغتيال بعد ما عربية كانت ماشية وراها خبطت عربيتها مرتين بشكل مقصود ومتعمد. هل فعلا تعرضت لمحاولة قتل؟ من زمان قوي، ايام ما كنت بشتغل مع روتينا. عملت حادثة بالعربية كان عليها علامة استفهام. اختفت بسمة بعد اللي حصل ده سنين عن الشاشة وأضواء الإعلام عشان ترجع فجأة ببرنامج جديد، لكن من غير الحجاب وبفساتين سواريه وقصة شعر مختلفة. واتعرفت على جوزها علاء عابد اللي كان بيشتغل ضابط شرطة، وبعدها بقى عضو في البرلمان. وبعد جوازهم قرر ابنها من جوزها السعودي إنه ينزل يقضي معاها أجازة الصيف، لكن الغريبة إنه كلم باباه وقال له إنه عايز يفضل في مصر. ولما بابا رفض قرر الولد إنه يهرب منهم، وكان الحل الوحيد قدام بسمة ساعتها إنها تتطلق من جوزها الحالي علاء عابد عشان جوزها الملياردير السعودي يرضى يسيب ابنها معاها في مصر. لكن بعد ظهور الابن قرر إنه يرجع السعودية مرة تانية لأبوه، وده اللي خلى بسمة ترجع مرة تانية لجوزها علاء عابد. ومن هنا بدأت واحدة من أصعب فترات حياة بسمة لما اتشخصت بسرطان في الثدي، وكانت المفاجأة مفيش حل طبي غير الاستئصال، وده اللي خلى جوزها علاء عابد يدخل في حالة من الانهيار ويقفل مكتب المحاماة اللي كان فاتحه بعد استقالته من شغله في الداخلية. وفضلوا في دوامة علاج مرض السرطان لسنتين متواصلتين بيلف بيها علاء حوالين العالم عشان تتعافى، لحد بالفعل ما كملت علاجها. بس الصعوبات ما خلصتش لحد هنا، وده لأنها بعد حملها من جوزها علاء عابد اتعرضت للإجهاض، واللي عرض حياتها لخطر كبير جدا، وبقى صعب عليها تخلف في السن ده. وقررت تتبنى طفلة من دار أيتام اسمها خديجة، واستنت لحد ما وصلت لسن 12 سنة عشان تحكي لها حقيقة تبنيها ليها. وكانت المفاجأة إن بعد ما بسمة افتكرت إن الفترة الصعبة اللي مرت بيها انتهت، لقت نفسها في مواجهة نفس المرض اللي رجع لها تاني بمرض نادر جدا في المعدة. اضطر الدكاترة ساعتها يسفروها أمريكا عشان تتعالج منه، لكن الدكتور اللي كان بيعمل لها العملية سرق جزء كبير من معدتها واختفى، ويمكن ده كان سبب خسارتها لوزنها بشكل كبير جدا. لكن رغم كل الأزمات دي ما زالت بسمة وهبة بتقدم برنامج من أشهر البرامج الرمضانية زي برنامج شيخ الحارة وبرنامج العرافة اللي أثاروا الجدل وكانوا ترند وحديث مصر كلها في رمضان 2023 و2024. في النهاية مستنيين آرائكم وتعليقاتكم عن حكاية وأسرار بسمة وهبة وبرامجها، وما تنسوش الشير واللايك
والسبسكرايب. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.